فيديو النهارده اكلمكم فيه عن لوكال براندز ممكن احنا نشتري منها لبسنا بجوده احلى وسعر ارخص كمان من اي براند. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب اعملوا في الانستجرام بتاعي ويلا بينا نبتدي الفيديو. النهارده انا مجمعه لكم فيه كل البراندز اللي انا عن نفسي بحبها، كمان بحب جدا ان انا اتابع اصحاب البراندز دي لاني شايفه ان هم عملوا فرق كبير جدا في الاسعار وكمان في الجوده بتاعه اللبس. طبعا انتوا عارفين انا بحب الفاشن، فانا النهارده مجمعه لكم حوالي 10 او 12 براند كلهم مصريين 100%. اول براند فيهم اسمه باي نوسايبا. نوسايبا هي بنت على انستجرام، شفت ان هي عامله براند للمحجبات ودي حاجه كانت جديده جدا بالنسبه لي. انا عن نفسي بشوف ان البراندز اللي بتعمل حاجات مودست مش كلها بتكون افضل حاجه، كمان مش كلهم بيعرفوا يعرضوا اللبس ده بشكل كويس، لكن نوسايبا بالنسبه لي يعني او من وجهه نظري انا بصراحه شايفه ان هي بتعرض اللبس ده بشكل كويس جدا. ده اولا. ثانيا بتورينا فرايتي، بتورينا انسبيريشن ممكن ان احنا ننسق بيها اللبس ده. ثالثا ان الجوده بتاعه اللبس تحفه مش طبيعيه. يعني انا بصراحه اول مره اشوف حد بيعمل فساتين مودست احس ان انا بجد عايزه اشتريهم كلهم من كتر ما هم حلوين. في الوان قويه قوي، كمان في الوان هاديه. يعني انا بالنسبه لي بحب جدا الستايل بتاع السكيرتس والفساتين عندها. طبعا هي عندها حاجات تانية لكن دي بالنسبه لي اكتر حاجه لافته نظري. الجوده كويسه جدا، الاسعار مقارنه باي براند بيعمل لبس مودست بجد الاسعار حلوه جدا. ولو انتوا حابين ممكن انتوا تدخلوا قبل ما تشتروا اي حاجه من عندها ان انتوا تشوفوا بجد الريلز بتاعت الستايلينج بتاعتها، من احلى الريلز اللي انا عن نفسي بشوفها لاي بنت محجبه. تاني براند اسمه اوديس. هو بجد ان انا اكون ببرونونس الاسم صح، بس هو اسمه اوديس على حسب ما انا يعني عارفه ان انا اقراه. البراند ده لو انتوا بقى من الناس اللي بتحب الحاجات الكاجوال، الحاجات اللي بتكون اوفر سايز قوي، الهوديز والكارجو بانز والستايل ده، فانا بالنسبه لي من كل البراندز اللي بتعمل الستايل ده بحب جدا بتاع اوديس. البراند ده اكتر حاجه لفتت نظري فيه هو الهوديز اللي هو بيعملها. انا عن نفسي بصراحه في هودي كده عيني عليه حاسه ان انا عايزه اشتريه جدا كتر ما هو فعلا شكل الستايل بتاع الهودي تحفه جميل جدا. الستايلات بتاعتهم بحس ان هي 19 اكتر، يعني لو انتوا بتحبوا الحاجات بتاعت التسعينات بالنسبه لي ده اكتر براند عاجبني جدا. الستايل بتاعه كمان الكواليتي بتاعته حلوه جدا، وده بصراحه مش عن تجربه شخصيه لكن شفت ناس كتير جدا انا اعرفهم شخصيا جربوه وقالوا ان هو فعلا الكواليتي بتاعتهم حلوه جدا. ودي اكتر حاجه تفرق معايا، السعر كويس وكواليتي كويسه وكمان تكون ارخص من الهوديز بتاعت بره. لان مثلا اي براند دلوقتي داخل جوه المقاطعه اقل هودي عنده هتلاقوه كمان خفيف جدا ب 1000 جنيه وب 1000 ونص كمان. فبصراحه حاسه ان السعر ده مبالغ فيه جدا مقارنه بانه اسمه هودي. فانا بالنسبه لي اوديس هما من اكتر البراندز عاملين الستايل ده بشكل كويس جدا وبسعر كويس جدا. تالت براند اسمه نوت فاوند. نوت فاوند عندهم حاجات كتير جدا ممكن انتوا تشتروها، لكن انا عن نفسي بصراحه انتوا عارفين مش بحب ان انا اقول لكم رايي كده في العموم، بحب ان انا اقول بجد حاجه سبيسيفيك قوي. انا بالنسبه لي اكتر حاجه عجباني في نوت فاوند هو الجينز بتاعهم. الجينز بتاعهم حاسه ان هو الكواليتي بتاعته حلوه جدا، كمان اسعارهم افوردبل مقارنه بباقي الحاجات. لان انا بشوف بيجز مثلا اللي بتعمل جينز بجد الاسعار بتكون مبالغ فيها جدا علشان مثلا هم حاطين اي حاجه جديده في الجينز بتاعهم او في حاجات جديده بصراحه نازله، لكن برده ما تستاهلش الاسعار بتاعه 2000 جنيه و1000 ونص. ده جينز يا جماعه مش للدرجه دي يعني. فلو انتوا عايزين جينز كويس ممكن انتوا تروحوا تشوفوا الستايلات بتاعتهم وهيعجبكم جدا. كمان في براند تاني عن جينز هقوله لكم كمان شويه، لكن البراند اللي بعد كده هو انكي ديزاينز. انكي ديزاينز عنده برده حاجات كتير جدا، لكن لو انا هقول لكم كده ايه الحاجه اللي لافته نظري كوسام هي اكتر حاجه الجاكيتس. بصراحه ما شفتش الستايلات دي موجوده في اي مكان تاني، وانا بحب جدا ان اي براند يكون عنده حاجه الحاجه بتاعته تكون مميزه، حاجه مش كل ما امشي ولا كل ما اروح اي مكان تاني الاقيها موجوده فيه. فبالنسبه لي انكي ديزاينز بجد الديزاين بتاع الجاكيتس بتاعهم حلو قوي، عاجبني جدا الالوان اللي هم مدخلينها مع بعض، عاجبني جدا ان هم مدخلين الجاكيتس مش بس الجينز. الجينز كان طالع قبل كده موضه ان هو يبقى فيه كذا لون، لكن لا هم عاملين كده كمان في القماش. عاجبني قوي تداخل الالوان ده مع بعض. فلو انا هحب ان انا اشتري حاجه كاجوال واحب ان انا اروح اشتري جاكيت، بصراحه اول لوكال براند هفكر فيه هو انكي ديزاينز. والبراند اللي بعد كده اسمه اس كي شوب. اس كي شوب برده عندهم حاجات كتير قوي، بس لو هتقولي لي ايه اكتر حاجه لافته نظري في الوينتر كولكشن بتاع السنه دي هو الشال. هو مش الحته اللي انا ممكن ان انا بصراحه اروح لها، يعني مش الحاجه اللي انا ممكن اروح واشتريها، لكن عاجبني جدا ان هم غيروا في فكره الشال، غيروا في الديزاينز بتاعتهم، ما عملوش كوبي بيست من بس البراندز الكبيره، لا هم غيروا في الشكل بتاعها. انا بصراحه زي ما بقول لكم دي مش حتتي قوي، انا بحب اكتر السكارفز اللي بتتلبس بالمنظر ده وبيكون شال يعني. لكن حاسه ان احنا بجد محتاجين ان احنا ندي فرصه لاي حد بيعمل ديزاينز جديده بجوده كويسه واسعار اقل من اي براند اتشهر دلوقتي، لان بجد الاسعار بقت مش طبيعيه. مش بس بتكلم على المقاطعه لكن حتى قبل المقاطعه كانت الاسعار بجد مش طبيعيه. والبراند اللي بعد كده برضو انا نفسي اكون بنطق الاسم صح، اسمه اليجان. اليجان بالنسبه لي بصوا كل حاجه بيعملها ممكن ان انا اسيبها على جنب. الجينز بتاعهم ده تاني براند بالنسبه لي بيعمل جينز مختلف، شكل الديزاينز جديده. انا بالنسبه لي بصراحه اول ما بدات ان انا اشوف
الديزاينز الجديده بتاعه الجينز اللي نازله السنه دي، كان البراند ده هو اول براند شفته، وبجد اسعاره مش خرافيه زي الاسعار اللي انا كنت بسمعها حتى في لوكال براندز. بصراحه في لوكال براندز حاسه ان هم ممكن ان هم يمشوا في السوق قوي بسبب اسعارهم، لان الاسعار برضو بتكون غاليه جدا. حتى لو انا بعمل منتج جودته عاليه فانا برضو محتاجه ان انا اوازن ما بين السعر وما بين الجوده. لكن بالنسبه لي البراند ده بصراحه عامل جوده كويسه جدا، وكمان بديزاينز جديده مختلفه مش موجوده في اي مكان. والبراند اللي بعد كده هكلمكم عليه ليه علاقه بالاكسسوارز. انا بالنسبه لي اكتر حاجه بتيجي على راسي اول ما اقول براند اكسسوري، لو انا مش عايزه ان انا انزل اشتري اكسسوري بنفسي، هو اميتي. اميتي البراند ده بالنسبه لي بجد الديزاينز بتاعته بسيطه جدا، حلوه قوي. لي صحاب البراند ده بيحاولوا كل شويه ان هم يجددوا. انا بجد بحب جدا وبقدر جدا اي حد بيكون بيتعب على نفسه علشان يوصل لحاجه اعلى. فبالنسبه لي بصراحه البراند ده تحفه، الديزاينز بتاعتهم حلوه قوي، كمان الجوده بتاعت الاكسسوري بتاعتهم حلوه. لكن انا بالنسبه لي عاجبني جدا الحاجات البسيطه اللي عندهم، يعني دي الحاجه اللي انا بروح لها، او دي الحاجه اللي انا عموما بحبها. انا مش حد ممكن يكون بيلبس اكسسوري كتير، لكن لما بحب ان انا اشتري اكسسوري بحب ان هي يكون بسيطه، وبالنسبه لي البراند ده هو بيقدم لي الحاجه اللي انا بحبها. واخر براند طبعا مش حابه ان انا انسى نفسي هو إليميتي. إليميتي هو براند شنط. انا مش حابه ان انا اكلمكم كتير عن الموضوع ده علشان بحس ان انا كده بحب في نفسي، ودي حاجه انا مش بفضلها قوي. لكن البراند بتاعي هو برضو شنط، الاسعار بتاعته افوردبل. طبعا في براندز كتير جدا ممكن احنا نتكلم عليها، بس دي اكتر براندز حبيت ان انا اكلمكم عليها في الفيديو ده. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام بتاعي، وباي باي.